مساء الخير. يا رب تكونوا كويسين. أنا نرمين حكيم من بودكاست ألم حبر. معادنا النهاردة مع رحلة هي الأهم في حياتنا كلنا، رحلة التصالح مع النفس، الشعور اللي دايما بنخفيه ورا ضغوطاتنا وأخطائنا اللي في الماضي وتوقعاتنا العالية عن نفسنا. كم مرة وقفت قدام المراية وانتقدت نفسك؟ كم مرة حملت نفسك عبء قرار غلط انت خدته أو كلمة انت قلتها في لحظة غضب؟ تقول ايه بقى لو قلتلك ان التصالح مع النفس مش رفاهية لكن ضروري جدا لحياتنا، وانه مش هدف نهائي نوصل له وخلاص كده، لكن هو قرار مستمر طول الوقت. النهاردة هنتكلم عن خطوات عملية جدا نقدر نبدأ بيها من اللحظة دي عشان نقدر نعيد بناء علاقتنا الجميلة مع نفسنا. أول حاجة، ليه بنعاند نفسنا عشان نتصالح معاها؟ قبل ما تتعلم ازاي تتصالح لازم تفهم ليه دايما بتحارب نفسك أساسا، ودايما معتقد ان لومك لنفسك وتأنيبها هو شكل من أشكال الانضباط أو الدافع يعني علشان نكون الأفضل. لكن للأسف الحقيقة إن الحرب اللي جوانا هي اللي بتستنزف طاقتنا الإبداعية وبتقتل ثقتنا في نفسنا وبتخلينا متعلقين في دوامة الماضي. التصالح مش استسلام أو تبرر للخطأ، هو اعتراف بالواقع اللي احنا عايشين فيه بكل الإنجازات والإخفاقات اللي حصلت لنا، وبعدين بنختار إننا نبص لقدام ونعيش حياتنا بشكل كويس. تاني حاجة، الأدوات أو الخطوات العملية للرحلة. 1. وقفة الاعتراف. خد 5 دقايق في مكان هادي، اسأل نفسك بجد، إيه اللي شايله جوايا ضد نفسي؟ هو فشل في علاقة ولا فشل في دراسة، أو ممكن يكون عشان محققتش توقعاتي؟ اكتب إحساسك على ورق، وبمجرد إنك كتبته هيتشال من دوامة الأفكار اللي في راسك وهيتحط قدامك على ورق، فدلوقتي تقدر تفهمه وهتقدر تتعامل معاه ومش هيكون بالنسبة لك وحش بيخوفك. 2. محادثة النفس بلطف. لاحظ الصوت اللي جواك، ازاي تتكلم مع نفسك لما بتغلط؟ بتقول يا غبي أو دايما أنا فاشل؟ دلوقتي تخيل معايا لو صاحبك القريب جالك يحكي لك عن نفس الغلط بتاعك، هتقول له ايه ساعتها؟ في الغالب هتكون كلماتك كلمات دعم وهتكون متفاهم قوي معاه، زي ما تقلقش الكل بيغلط، دي تجربة وهتعدي وهتتعلم منها. مش هو الكلام ده اللي هتقوله؟ ليه بقى ما تقولش الكلام ده لنفسك؟ ابدأ انك تغير الجمل القاسية، بدل ما تقول انا فاشل قول ما حصلش اللي خططت له بس اتعلمت منه كذا وكذا. وفي تمرين بسيط ممكن تعمله لنفسك في النقطة دي، تمرين إعادة الصياغة. أول حاجة الخطوة، لأن التمرين ده تمرين ذهني سريع، وكل مرة تلوم فيها نفسك على خطأ معين وقفه فورا واعمل له إعادة صياغة، زي مثلا اللوم، أنا إزاي كنت غبي كده؟ إزاي فشلت في المشروع بالشكل ده؟ إزاي بقى نقدر نعيد صياغة الجملة دي بطريقة تخلينا متصالحين مع نفسنا؟ زي مثلا أنا إنسان والإنسان بيفشل أحيانا، وده ما يدلش إني غبي، لكن الطريقة اللي اتعاملت بيها ما نجحتش وهلاقي طريقة تانية مع الوقت. ليه التمرين ده عملي؟ لأنه بيغير السجل القديم اللي في راسك. انت مش بتحارب الفكرة بل بتغيرها بحاجة تانية مناسبة أكتر. 3. ممارسة الغفران كفعل واعي. الغفران مش تقول اللي حصل حصل خلاص، لأ، إنك تقرر تحرر نفسك من عبء الاستمرار في المعاناة. قول لنفسك بصوت عالي أنا أختار أغفر لنفسي عن، وأقول اللي غلطته في حق نفسي وأتعلم منه وأسيبه بقى يروح لحال سبيله. كرر الجملة دي، عارفة إنها مش هتحس بتأثيرها من أول مرة، بس مع الوقت هتتغرز الفكرة في اللاوعي. وفي تمرين بسيط ممكن تطبقه كمان، زي تمرين اسمه رسالة الغفران. أول حاجة الخطوة إنك تاخد ورقة وقلم وتكتب لنفسك رسالة، لكن بشرط واحد، ابدأها بالكلمات دي، أنا أغفر لنفسي لأني، وأكمل واستمر في الكتاب. ليه التمرين ده عملي؟ عشان الجملة دي بتجبر عقلك على إنه تبني فكرة الغفران فورا، فما بتستناش إنك تشعر بإنك تستحق الغفران أو لأ، الفعل بيجي الأول وبعدين بتيجي المشاعر. 4. التركيز على الحاضر، الآن وهنا. الندم بيعيش في الماضي والقلق بيعيش في المستقبل،
التصالح بيعيش في الحاضر. فاسأل نفسك دلوقتي، ايه اللي ممكن اعمله دلوقتي علشان اكون لطيف مع نفسي؟ ممكن يكون مشروب دافي، او تمشية قصيرة، او حتى قراية صفحة في كتاب، او اعمل حاجة لنفسك، او اشتري حاجة نفسك تشتريها بس مأجلها شوية. اعمل حاجة تعيد تركيزك للحظة اللي انت عايش فيها دلوقتي. 5. ممارسة الامتنان لنقاط القوة. عقولنا مليانة مناظر سلبية وأفكار سلبية، حاول تحاربها مع نهاية كل يوم. طب هعمل كده ازاي؟ هتكتب ليك 3 حاجات عن نفسك انت ممتن ليها. على فكرة مش لازم تكون حاجات ضخمة. ممكن أنا ممتن لأني كنت صبور مع ابني النهاردة. أنا ممتن إني حاولت مرة تانية بعد فشلي. أنا ممتن لجسمي عشان شايلني. ممارسة الامتنان هتبني ثقتك بنفسك ببطء لكن بثبات. التصالح مع النفس مش غاية بنوصل لها وخلاص ونقول أخيرا الموضوع خلص. هو زي عضلة بتمرنها كل يوم، يوم ننجح ويوم نقع، ونفضل نغفر لنفسنا مرة تانية. هو اختيار بنقرره كل يوم الصبح. احنا بنعامل نفسنا كصحاب مش عدو وخصم ليك. الرحلة دي رحلة شخصية جدا، فما تقارنش بدايتك بنص طريق غيرك. ابدأ دلوقتي واستخدم الأدوات اللي تناسبك. تخيل معايا اللحظة كده إنك شايل شنطة تقيلة قوي قوي طول رحلتك، جواها حجر من أخطاء الماضي وهموم الحاضر ومخاوف المستقبل. كل يوم بتحط فيها حجر جديد لغاية ما المشي بقى بالنسبة لك مرهق والتنفس بقى أصعب. التصالح مع النفس هو مش بنحط عبء تاني في الشنطة، بل إنك ببساطة إنك بتوقف خطواتك شوية وتحط الشنطة على الأرض وتفتحها وتبدأ إنك تخرج منها حجرة ورا حجرة. هنا الرحلة مش هتختفي، وكمان التحديات مش هتختفي، بس هتكمل الطريق وانت أكتافك مستقيمة وقلبك أخف ونظرتك للطريق هتكون أوضح قدامك. التصالح هو إنك تختار تشيل نفسك بنفسك، مش إنك تختار تشيل العالم كله فوق كتفك. عشان كده في اللحظة دي قرر إنك تكون أفضل صديق لنفسك مش عدو ليها. إنك تتكلم مع نفسك بلغة الرضا مش لغة القسوة. وافتكر دايما إن جروحك ما اتخلقتش عشان تخليك واقف في الضلمة ومكسوف، لكن عشان تتحول الجروح دي لقصة نجاح تقدر تحكيها. رحلة ال1000 ميل بتبدأ بخطوة واحدة، وهي الخطوات النهاردة هي أول خطواتك في إنك سمعت وفكرت وقررت إنك تحاول. واشكر نفسك على الخطوة دي. شكرا ليكم ولوجودكم معايا في الرحلة دي. لو عندكم أي تجارب أو أسئلة شاركونا في التعليقات أو على رسالة صفحتنا على الفيسبوك. باي، وهنستناكم المرة الجاية وهنفضل مستمرين إننا نكتشف طرق تخلي حياتنا أكتر سلام ووعي. كونوا دايما بخير. كانت معكم نرمين حكيم من بودكاست ألم حبر.